مساء الخير. معاكم ممدوح مصري عايش في كندا من تقريبا 15 سنة. بشتغل فاينانشال ادفايزر في أكبر شركة تأمين هنا، وبعمل فيديوهات عشان أعرف الناس اللي بيحصل في البلد. ليس هدف تاني في الموضوع أكتر من كده. النهاردة هنتكلم على فيديو مهم جدا، وهو انهيار البنوك الكندية. في سبتمبر 2008 كنت أنا في مصر بشتغل في شركة اسمها أمريكان لايف انشورنس كومباني، اللي هي أليكو بتاعة التأمين. وصحينا الصبح لقينا إن في أزمة عالمية كبيرة حصلت ومأثرة على العالم كله. وطبعا احنا كنا مرعوبين جدا ساعتها، مش عارفين نعمل ايه، لغايه ما جه المدير بتاعنا وطمنا وقال لنا احنا ما عندناش مشاكل خالص. طيب ايه اسباب الازمه وايه اللي حصل وكل الحاجات دي هقولها لكم باختصار شديد جدا كده ببساطه، عشان تعرفوا ايه اللي بيحصل، وبعدين هنشوف بعد كده ايه العلاقه بيها بازمه كندا واللي بيحصل في الوقت الحالي. الأزمة ما حصلتش في سبتمبر 2008، دي كانت بدايتها من 2007. وهي كان بتعتبر الأزمة الأسوأ من 1929، من بعد أزمة 1929. متخيلين من 29 لغاية 2008 ما كانت الدنيا بيس، إنما الأزمة دي حصلت ساعتها. الأزمة دي ابتدت في أمريكا وامتدت لبلاد العالم كلها بعد كده، أوروبا، الخليج، آسيا. حتى الدول النامية ما سلمتش منها، كل اللي كان ليه على علاقة باقتصاد أمريكا اتأثر بالأزمة دي، يمكن ما عدا إيران، الصين، روسيا، لأن هم ما لهمش علاقة باقتصاد أمريكا فما تأثروش كتير بالموضوع ده. الأزمة دي خلت إن البنوك تنهار وتفلس. أنتم متخيلين إن 19 بنك كبير في أمريكا يفلس بسبب الموضوع ده؟ يمكن شركات التأمين ما تأثرتش كتير. شركات التأمين الكبيرة ما تأثرتش. إحنا أليكو في مصر ما كانش عندنا مشاكل، ولا أليكو أمريكا، لدرجة إن بوش حتى لما راح يقول لهم عايزين فلوس قالوا له شكرا. لما راح لميت لايف اللي هي أكبر من أليكو واشترت أليكو بعد كده، قالوا له لو أنت محتاج إحنا ممكن نديلك. ما فيش غير شركة واحدة اللي هي اي اي جي اتأثرت طبعا واتأممت من بوش، لان هو اداهم 85 مليار دولار، لانها كانت بتشتغل برضه في نفس الكونسبت بتاع البنوك. شركات 2 3 4 صغيرين كمان في اليابان، في اوروبا، انما كل شركات التامين الكبيره ما تاثرتش. ودي مش وقتنا ان احنا نقولها ليه، بس هيجي في مره هقول لكم ايه الفرق بين الانشورنس وبين البنوك، وليه البنوك الفلس والانشورنس لا. المهم ان الازمه دي ابتدت زي ما قلت لكم في 2007 مش في 2008. ان فبراير 2007 حصل مشكلة للناس اللي هم واخدين بيوت مش قادرين يسددوا البيوت، فكانت النتيجة ان البنك بيقعد يستنى شهر شهرين وبعد كده ياخد البيت عشان يبيعه. المشكلة ان البيوت اتراكمت عندهم، ناس كتيرة جدا ما سددتش، البيوت اتراكمت، فما بقاش عندهم سيولة يدفعوا للناس. الناس عرفت، ابتدت تعرف، فابتدت تسحب الفلوس اللي عندهم حاطينها الايداعات بتاعتهم. ما بقاش عندهم فلوس يقدروا يشتغلوا في مشاريع، يحطوا يمولوا مشاريع عشان يجي لهم ارباح. فكانت النتيجة ان البنك فلس، وقع، مش قادر خلاص يكمل بالطريقة دي. شهر 7 2007 البورصات ابتدت تتدهور، ابتداء من أمريكا وبعدين كده بالعالم كله. شهر 10 2007 لغاية 12 2007 أسهم البنوك كلها ابتدت تبقى في الأرض، لدرجة إن البنوك المنافسة بقت تشتري. يعني سيتي بنك كان عنده بنك منافس راح شاري. هو ما كانش عنده المشكلة دي كتير قوي، وكانت الدنيا متبهدلة خالص. الحكومات ابتدت تأمم البنوك، زي بريطانيا ابتدت تأمم، أمريكا ابتدت تأمم، يحط لهم فلوس من معاهم ويشتروا البنك يبقى ملكهم، هم يأمموه وياخدوه. شهر 9 2008 البنوك كلها كانت في حالة يرثى لها. 7 9 2008 ابتدى الموضوع بعد كده 29 9 2008 يأثر على كل العالم. من قبلها كمان كان هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ابتدت الدنيا تتأثر، فرنسا، كل البنوك في كل حتة في العالم ابتدت تتأثر. 29 9 بورصة وول ستريت في أمريكا وقعت، وابتدت وراها كل بورصات أوروبا كمان تقع، لغاية ما جه في 1 11 2008 كونجرس الأمريكي أقر خطة إنقاذ سريعة عشان يلحقوا الدنيا، وابتدوا يشتغلوا عليها. ما تهمناش ايه هي خطة الإنقاذ، بس يهمنا ان احنا نعرف ان الوقت ده قعد بتاع سنتين، سنتين وشوية، عقبال لما الدنيا ترجع تقوم تاني، والبنوك اللي انهارت ما رجعتش تاني للأسف. طيب ايه اسباب الازمه دي؟ باختصار شديد جدا، هم كانوا بيشتغلوا ببيع كروت، ببيع البيوت بكريدت كارد. وطبعا الكريدت كارد عليه فايده وفايدته عاليه، وكان الكريدت كارد ده مربوط بسعر البيت، لو سعر البيت زاد الفايده على الكريدت كارد تزيد. ما كانتش حاجه لوجيك ان هو زي ما احنا بناخد فايده 5% ولا 6%، فايده الكريدت كارد عاليه. فابتدى الناس مع زياده فايده الكريدت كارد مش قادرين يدفعوا يسددوا. البنك طبعا ما بيستناش شهر شهرين ويقوم سحب البيت عنده. النتيجة دي عملت ايه؟ ان لما ناس كتيرة ما قدرتش تسدد البيوت بتاعها، طبعا مع ازمة تانية ان ناس سابت شغلها وناس مش عارف ايه، الدنيا اتراكمت على البنوك،
خدوا البيوت بس مش عارفين يبيعوا، وطبعًا الموضوع عرض وطلب، فالطلب بقى قليل جدًا، 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 والمعروض كتير جدًا، 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 فابتدت البيوت تُقع في قرابيزهم، فلمّا وقعت في قرابيزهم ما قدروش يعملوا حاجة، السيولة انعدمت خلاص، والناس اللي سحبت الفلوس من عندهم كمان وما بقاش عندهم قدرة إن هم يموّلوا مشاريع وكُلّه باظ، كانت النتيجة إنه الدنيا وقعت. ده أدّى بعد كده بعد الأزمة إلى كساد اقتصادي عالمي، والكساد ده حتى طال الدول اللي هي ما كانتش اتأثّرت زي روسيا وابتدت تعلن إن عندها كساد هي كمان. الموضوع ده خد له سنتين وشوية عشان يتعالج والدنيا ترجع تُقف زي ما كانت، لغاية ما الدنيا مشيت peace بعد كده وبقت تُقع بس ما تُقعش بالوقعات الجامدة أوي، يعني 2015 حصل أزمة تانية بس مش كبيرة أوي، يمكن في 2022، 21 كانت البورصة برضه وقعت، بس مش بنفس حجم الأزمة اللي حصلت. طيب إيه علاقة ده بكندا؟ وإيه اللي أنا باقوله دلوقتي؟ الموضوع ليه علاقة بحاجة اسمها التضخُّم، خلّيني أشرح لكم برضه باختصار شديد كده يعني إيه تضخُّم، تضخُّم جاي من كلمة ضخم، يعني حاجة يحصل لها تضخُّم، فالتضخُّم ممكن يتقال على إن أنا مرتّبي بقى عالي جدًا وبقى عندي فلوس كتيرة جدًا، إذًا بقى عندي تضخُّم، بقى عندي فلوس، تضخُّم. البيوت سعرها عالي جدًا، 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 إذًا ده تضخُّم في سعر البيوت. الأكل والشُرب أسعاره عِليت جدًا، 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 فده تضخُّم في سعر الإيه، المواد الغذائية. إذًا التضخُّم هو بيقول إن في حاجة بقت ضخمة، بقت سعرها مش logic، بس طبعًا بناخد الكلام ده بيحصل على الاقتصاد، وبنقول إن في تضخُّم لمّا بيحصل إن الأسعار بتزيد بطريقة مش معقولة. طبعًا الحكومات على طول تضطر تتدخّل في الموضوع ده لمّا بتلاقي إن السيولة كتيرة جدًا مع الناس، والأسعار الحاجة بقت غالية جدًا، 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 وبسبب السيولة دي ممكن الموضوع عرض وطلب، فيزوّدوا السعر زي ما حصل في موضوع البيوت عندنا في الأيام اللي فاتت، إن كان ناس كتيرة جاية ومعاها فلوس كتير، فابتدوا يشتروا بيوت، فبقى العرض قليل والطلب كتير جدًا، فخلّوا سعر البيوت يعلى بطريقة خيالية. وشُفنا أرقام ما شُفناهاش قبل كده خالص، ده بسبب الموضوع ده. الحكومة عشان تقدر تسيطر على موضوع التضخم ده بيلعبوا على كذا حاجة، من ضمن أنا مش طبعًا مش هادّيكم حصة في الاقتصاد وإنما باقول لكم باختصار إيه اللي بيحصل. أول حاجة يعلّوا سعر الفايدة، عشان سعر الفايدة لمّا تعلى يبقى شِرا البيت أقل، يبقى الناس بدل ما تحط الفلوس معاها في البيت تحت البلاطة يودّوها البنك عشان ياخدوا عليها فوايد، لأن سعر الفايدة زادت، وبالتالي يقللوا السيولة اللي مع الناس، وبالتالي يقللوا الطلب ويبقى يقللوا العرض يبقى أكتر أو يساوي للطلب، فالموضوع يرجع زي ما كان. ده مثلًا في البيوت. إنما مع الناحية التانية المفروض الحكومة تتدخّل في إنها تقلل أسعار مثلًا لو في مواد غذائية والّا حاجة تقلل الأسعار، ده ما حصلش. الحكومة تخفّض المصاريف بتاعتها، ده ما حصلش. يعني في حاجات كتيرة جدًا الحكومة في كندا ما عملتهاش، ز مجرد بس هي عملت إيه، مجرد إنها رفعت سعر الفايدة. طيب كان نتيجة رفع سعر الفايدة دي إن الناس ابتدت تتخنق وخصوصًا اللي هي عندها واخدة الrate بتاع الmortgage بتاعها variable، يعني مربوط بسعر فايدة البنك المركزي. طبعًا قبل موضوع التضخم وقبل سعر الفايدة كانت الفايدة وصلت ل1.29 لشراء البيوت، النهارده يمكن 6% وشوية كمان لنفس الراجل اللي شاري ده ب1.29 النهارده بيدفع 6 وشوية، فطبعًا الرقم بقى كبير جدًا عليه. إيه اللي هيحصل بقى؟ ابتدينا نشوف الأيام دي وابتدى الموضوع بيزيد إن في ناس مش قادرة تدفع الmortgage بتاعها، مش قادرة تدفع الرهن العقاري بتاعها، وطبعًا ده بيكون عدم دفع الرهن العقاري بيكون 3 أسباب، أو أنا مش قادر خلاص مش لاقي شغل، أو رفدوني من الشغل، أو الموضوع بقى صعب عليّا جدًا مش قادر أجيب فلوس تعيّشني وأدفع بيها الmortgage، فباضطر أعيش وما أدفعش الmortgage، أو الحاجة التانية إن أنا ييجي لي عجز فأقع فمش قادر أدفع، أو إن أنا أموت فأقع فمش قادر أدفع اللي ورايا مش قادرين يدفعوا. طبعًا العجز والوفاة ليهم حل طبعًا بسيط جدًا، هو موضوع وثيقة التأمين، ده بيحل المشكلة من أساسها، وإنما موضوع إن أنا مش قادر أدفع أو ما الاقيش شغل أو الكلام ده كله، ده ما لوش حل. فلمّا أنا دلوقتي هاجي أقع مشكلة كبيرة جدًا ومش قادر أدفع. ابتدينا نشوف دلوقتي إن في بيوت كتيرة ابتدت تتاخد من البنوك، كويس؟ طيب لسه ما وصلناش للدرجة بتاعة الأزمة العالمية، إنما تعالوا نشوف ممكن على أوائل 25 يحصل إيه. الدنيا مستمرية في الكلام ده، والبنك المركزي للأسف بتاعنا ظريف جدًا، يعني مش عايز ينزّل سعر الفايدة إلا بالإيه يعني، عارفين واحد بخيل يعني بيطلّع من جلده، يعني إحنا قعدنا من أول السنة 6 شهور عمّالين مستنيين، من أول السنة كان المفروض ينزّل مرتين 3، ما نزّلش غير مرة وربع في المِيّة، فكلام فارغ. يعني فالناس هتوصل لدرجة في أوائل 25 لو الدنيا استمرت بالطريقة دي إن هم مش هيقدروا كمان يسددوا، فكانت تكون النتيجة إن البنوك هتاخد بيوت، 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 بيوت عندها وتقعّدهم معاها.
طبعًا ما فيش طلب على البيوت دلوقتي خالص، لأن الدنيا غالية جدًا، البيوت غالية، نمرة 2 الفايدة عالية، الناس ما بقاش معاها سيولة كتيرة إنها تشتري، هم كمان رفعوا الrate طبعًا من ضمن علاج الموضوع بتاع الأزمة العالمية إن هو منعوا الcredit card وبقى ابتدوا يعملوا زي حاجة اسمها rate أشوف إذا كنت أنت eligible يعني تستحق إنك تشتري بيت والّا لأ. كان ساعتها من سنتين مثلًا 4 بوينت حاجة، فكنت أنت يشوفوا الأوراق بتاعتك لو وصلت ل4 وحاجة ياخدوك يكمّلوا معاك. النهارده رفعوها ل5 وحاجة، فبقى الموضوع كمان إنه يتوافق على الناس أصلًا في البيوت بقت عملية أصعب، وحطّوا أوراق كتيرة أصعب، فالموضوع ما بقاش سهل أوي، يدّوك مبلغ صغير، فبقت العملية أصعب في شرا البيت. فأنت دلوقتي ما عندكش طلب وما عندكش ناس قادرة تشتري بيت، والمعروض بقى عمّال يكتر، يكتر، يكتر. إيه اللي هيكون النتيجة هيحصل؟ البنك هيفقد السيولة بتاعته. طبعًا مع حاجات تانية هاقولها لكم في آخر للفيديو اللي جاي، البنك هيبتدي يفقد السيولة، مش هيقدر يموّل مشاريع، هتحصل نفس أزمة اللي حصلت في 2008، بس مش هتحصل في أمريكا، هتحصل هنا في كندا. الكارثة الأكبر والطامة الأكبر لو الحزب الليبرالي كسب الانتخابات. ليه؟ لأن إحنا بنقول إن هو هيكمّل على السياسة بتاعته، السياسة بتاعته اللي هي إيه؟ carbon tax اللي هي بتزوّد سعر البنزين جدًا، 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 فبالتالي كل أسعار المواد الغذائية عالية، وبالتالي الناس ما بقتش قادرة لأن مهما قبضت ما أنت مش هتشتغل زي الآلة 100 ساعة في الأسبوع والّا 200 ساعة في الأسبوع، مش هتقدر، أنت كبيرك تشتغل 40، 50، 60 ساعة في الأسبوع ده لو قدرت، ومع الضرايب العالية اللي هم حاطينها على الناس، هتبُص تلاقي أنت مقسوم وسطك والمورجج والبنك المركزي مش بيقلل الفوائد بتاعة المورجج، فهتكون النتيجة لو كمّلوا وكسبوا الانتخابات وكمّلوا على نفس الطريقة بالطريقة دي، هتوصل في 2026 باقول لكم هتطلع أزمة عالمية مش عالمية أنا آسف، أزمة كندية وهتلاقوا البنوك بتنهار. هل ممكن نتخيل إن بنك زي البنك الملكي بيُقع؟ آه، ممكن، ما فيش أي حاجة صعبة، ما فيش أي حاجة صعبة. هل البنوك معصومة من إنها تُقع؟ لا، لا، ممكن تفلِّس. طب هو البنوك دي مش محمية من الحكومة؟ لا، مش محمية من الحكومة، دي كلّها بنوك قطاع خاص بالمناسبة، كلّها بنوك قطاع خاص. معقولة البنك الملكي ده اللي هو اسمه الملكي مش تبع حكومة كندا؟ لأ خالص، ده بنك قطاع خاص. معقولة البنك بتاع مونريال ده مش تبع مونريال؟ لأ، كلّها بنوك قطاع خاص، وبالتالي ما حدّش بيحميها. الحكومة ممكن تتدخّل بعد كده إنها تساعد، بس هيحصل نفس اللي حصل في أمريكا، وتبُص تلاقي مثلًا من إجمالي مثلًا 20، 30، 40 بنك هنا، وقع منّهم نُصّهم يمكن أو أكتر بسبب المواضيع دي. عشان كده أنا بانبّه من دلوقتي، كل واحد ياخد باله من الmortgage بتاعه، لو مش عايزين الأزمة دي تحصل، كلّه يحاول يسدّد، لو مش قادر أسدّد ممكن أعمل حاجة اسمها refinance، ممكن أبتدي أغيّر دلوقتي الفايدة بتاعتي، عشان الفايدة ابتدت تقِل دلوقتي في البنك وصلت 4.99 أحسن فايدة موجودة. إنما لمدة 3 سنين وشوية، 4.79 لمدة 5 سنين، فلو أنت عايز تقلل فايدتك ممكن تبتدي تعمل الكلام ده من دلوقتي، إنما يا ريت ما حدش يوقّع الmortgage بتاعه، لأن كل زيادة الmortgage أنا عارف طبعًا إن هو over عليكم وload جدًا على الناس، إنما مع زيادة وقوع الناس في الmortgage هتكون الكارثة اللي جاية قريب. آآ يا رب أكون عرفت أوضّح شوية الموضوع، الفيديو اللي جاي هيكون أخطر من ده كمان، لإنه هيكمّل إيه أسباب ممكن أسباب تانية توقّع البنك، بس للأسف البنوك ابتدت الأيام دي تعمل حاجة سيئة جدًا، جدًا، وهي عدم حماية بيانات العملا، ودي كارثة كبيرة جدًا، 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 هنتكلم عليها المرّة اللي فاتت، واشرح لكم إيه الفرق بين النصب والاحتيال، وإن أنا أكون أنا اللي غلطان وما يرضوش يدفعوا لي فلوسي وده حصل، وهادّيكم المثل اللي حصل فعلًا لسه حاصل الأيام دي. وهاقول لكم كل حاجة إن شاء الله في الفيديو الجاي، فاستنوني، سلام.